بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنكمل نظريه وايكوف. بس المره دي غير اي مره فاتت. يعني المرتين اللي فاتوا انا شرحت لك النظريه عامه، وشرحت لك اللي ممكن اي حد على اليوتيوب يشرحه لك عادي. بس اللي هيخلي الكورس ده هو في حته تانية ان حرفيا كل الكورسات دي يا جماعه انا خدتها. يعني انا خدت في التحليل الفني خدته كله من اكتر من شخص. تمام. فاللي هيخلي الكورس عامة ان هو فعلا يكون احسن من المدفوع، وانا عارف انا بقولك ايه احسن من المدفوع، لان انا هقولك اللي يفيدك. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين اني هقولك الدهاليز اللي يعني مفيش حد هيقولها لك، هو كله هيقولك انا شرحت لك وايكوف وخلاص. بس هل هيعمل لك عليه مراجعة يقولك حاجات ما اتقالتش في في الفيديوهات بتاعته اللي فاتت او في فيديوهات الشرح؟ لا. انت دلوقتي اتعلمت معايا وايكوف ذات نفسها. تمام. والنظرية واسلوب الراجل وكل حاجة. بس عايز تفهمني انت ان السوق هيمشي على النظرية بالظبط؟ يعني ده سؤال وانزل رد عليا كده. يعني انت عايز تفهمني ان السوق هيعمل الخمس خطوات بالظبط والخمس مراحل بالظبط وزي الكتاب ما بيقول؟ ما كان الدنيا كلها كسبت، كان كل الناس اتعلمت وايكوف وخلاص، كله كسب وشغل بقى اغنية مليونير مليونير وخلاص. فاهم؟ بس الحقيقة ان السوق مش كده، وانت جاي دلوقتي عشان تعرف مراجعة على وايكوف، وفي نفس الوقت تعرف السوق بيمشي ازاي وانت تقدر تتعامل مع السوق ازاي. قبل بس ما نبدأ، معاك عمر من قناة سمارت شارت. تمام. ما تنساش بتعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي حاجة مش فاهمها يا ريت تبقى تكتبها لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله ربنا هيجعلني سبب ان انت تفهمها. تمام. وخلينا دلوقتي نبدأ. انا دلوقتي راسم لك قدامك هنا نظرية وايكوف، قدامك الخمس مراحل بتوعها. انت المفروض يكونوا مكتوبين عندك، انا رسمهم لك لسبب ما، وهتعرف كل حاجة دلوقتي. اول حاجة، تفتكر انت دارس وايكوف ليه؟ يعني عايزك ترد عليا كده. كده عشان تفهم السوق. تمام. طيب انت دلوقتي لو متداول، وايكوف هتفيدك؟ طب لو هتفيدك بنسبة قد ايه؟ بص، عشان تكون فاهم، وايكوف مش للتداول العادي. وايكوف في الأغلب يعني 90 أو 85% من صفقاتها أو من استراتيجياتها مبنية كلها على المضاربة والاستثمار، مش على التداول. تمام. فوايكوف هي هتفيدك عشان تفهم نظرية السوق من على فريمات كبيرة وتقدر تتعامل معاها الفريمات الصغيرة. طبعا كل ده هتفهمه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية لما تعرف نظرية داو، لان هما النظريتين دول بس اساس السوق، وبعد كده هنخش بعد كده في الترند. وداو اصلا لوحدها هتدخلنا على الترندات، يعني هي داو هتفتحنا على طول على طريق الترندات وهنروحوا فيه ان شاء الله. تمام. بس دلوقتي خلينا في وايكوف. هل انت في السوق هتشوف الخمس مراحل بيتكونوا قدامك؟ طيب ايه خصائص كل مرحلة؟ طيب ايه اللي يفرق مرحلة ايه عن مرحلة بي عن سي عن كل ده؟ خلينا الاول نتعرف على المراحل ديت واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة هنتكلم عن فيس ايه او المرحلة الاولى بس. يعني خلينا كده، المرحلة الاولى بس دي اللي هنتكلم عنها. انت بص، شفتها في الصورة اللي فاتت وارجع واتفرج عليها لما جبت لك الصورة من نظرية وايكوف، او خش وابحث عنها. المرحلة الاولى بتتميز ان هي 3 موجات او 3 سوينجات. انا طبعا بدأت لك بالسوينجات عشان تكون فاهم معايا. بص، سوينج اول اهو، اعملوه بلون تاني دلوقتي عشان برضو ايه اللي بالابيض ده واحد. بلاش الابيض لو انت مش شايفه كويس، ازرق بالازرق اهو. سوينج واحد. بعد كده عندك هنا سوينج 2. بعد كده السوينج التالت اهو. دي المرحلة الاولى. يبقى انت عندك نظرية وايكوف فيس 1 او المرحلة الاولى بتتكون من 3 سوينجات. طبعا الكلام ده انا متأكد ان 90% انت اول مرة تسمعه. تمام. طيب انت عندك المرحلة به دي. هل انا اقدر اقول لك كام سوينج؟ ابقى راجل كداب، ومفيش حد وايكوف ذات نفسه ما يقدرش يقول لك ان به هتبقى كام سوينج. طيب انا اعرف ان انا في المرحلة به ازاي؟ مرحلة به دي تعرفها لما تلاقي السوق عرضي. بص،
السوق ماشي بالعرض طول المرحلة دي، عمال طالع نازل طالع نازل، مش عارف انت تاخد قرار كويس منه. يعني لو دخلت من هنا مثلا شراء، بص، لو دخلت من هنا شراء هتكسب، ولو دخلت من هنا بيع هتكسب. طبعا انا بنتكلم لو انت في التداول، لو انت في التداول مش في الاستثمار وفي المضاربة، برضو كلامي واضح. يعني بتخش مثلا هنا الصفقة مثلا بتقعد فيها يومين ثلاثة وبتجري، لو دخلت شراء من هنا هتكسب، ولو دخلت بيع من هنا هتكسب. تمام. وبرضو على فكرة هتعرف حاجات وايكوف هتساعدك فيها في التداول العادي برضو اللي هو على الفيرمات الصغيرة. تمام. فانت في المرحلة ب بتعرف ان السوق بيكون ماشي فيها في مرحلة عرضية. تمام. السوق ماشي في موجات عرضية طويلة ومملة وملهاش عدد زي ما قلت لك. يبقى عندك مرحلة ب، كان المفروض انت معاك ورقة وقلم وبتكتب ورايا. المرحلة ب طويلة مملة ملهاش عدد موجات. تمام. نخش بعد كده على المرحلة التالتة، وهي تعرفها لما هيحصل سبرينج. وسبرينج ده هو يعني من الاخر كده، بص، السوق مثلا هيكون ماشي كده ومرة واحدة يروح عامل كده ويروح مكمل في الصعود. هنشرح لك السبرينج ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. سبرينج من الاخر يعني فخ او سيولة، وهتعرف كل ده هوت معايا، لان التحليل الفني انا بقول بشرحه كمقدمة لاي سي تي. يعني انا اتكلمت عن السيولة الجزء اللي فات، وكنت كاتبها لك في العنوان الاساسي العلمي الاي سي تي. وان شاء الله التداول كله او التحليل الفني كله هحاول اربطه لك بالاستراتيجية اللي اشتغلت معايا وحققت معايا نتائج كويسة. تمام. بحاول اربطها لك كلها ببعض عشان تيجي انت في النهاية تلاقي نفسك مكون الصورة الكاملة عن اي سي تي كلها. حلو. حلو. يبقى السي تعرفها لما من الاخر بيكون فيه بيعمل لك زي فخ صغير كده، تلاقي مثلا السوق كله ماشي في خط مستقيم في مثلث او قناة هنا، ومرة واحدة بيجري خلاص كده السوق راح ضرب الضربة ورايح على طول. تمام. السوق بينعكس هنا، بص دي بتكون سحبة سيولة ليها، سحبنا السيولة هنا. طبعا انا هنشرح بقى يعني ايه سيولة بعدين، مش دلوقتي خالص. تمام. وبعد كده هنا السوق عمل السبرينج بتاعه اللي هو سحب السيولة دي كمان اهي، وكده انت خلاص بقى عامل السبرينج ماشي في الشكل اللي انت مستنيه ليه. والاشكال طبعا هتتشرح بعدين في البرايس اكشن، كورس البرايس اكشن اللي طبعا هيكون بعد التحليل الفني بنخلصه لك. هنعمل لك برايس اكشن خفيف عشان تكون فاهم الاشكال بتاعت وايكوف ديت معاك. لو انت فاهم عامه بتبقى بقى شكل مثلث، قناه، ممكن مستطيل، منطقة عرضية يعني، وتنكسر وتتأكد دهوت بعد ما يحصل التشوك. وطبعا كل الكلام ده انا بقوله ده لو انت مش فاهمه عادي، انا كده كده هشرحه لك. تمام. وبعد كده عندك اخر مرحلتين هم زي بعض. تمام. المرحلتين اللي السعر حرفيا بينطلق فيهم وبيجري فيهم. تمام. دول الخمس مراحل بتوعنا. حلو. هل الخمس مراحل بيحصلوا؟ رد عليا، انا محتاجك تنزل تكتب تحت في الكومنتات، هل الخمس مراحل دول لازم يحصلوا؟ هقول لحضرتك لا. طيب ايه المراحل اللي ممكن تحصل؟ هقول لك عشان تكون مع الصورة كده ومعانا. رقم واحد ديت لازم تحصل، ده اولك واخرك وكل حاجة. رقم واحد لازم تحصل النظرية، المرحلة الاولى او فيس 1 او بداية النظرية لازم تحصل. ليه؟ لان ده طبعا في سواء السوق صاعد او هابط، لان ده الاساس بتاعك. وانت هتعرف منين ان السوق هيهبط؟ من غير ما هتلاقي صاحب السوق او الحوت ذات نفسه عمال بيطمع فيك واحدة واحدة، يفضل يشتري 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 واحدة واحدة لحد ما بوم هتلاقيه راح ضربك ومخلي السوق مهبوط بيك وتخسر خسارة كبيرة. فلازم هيطمعك، وبعد كده يروح مدخلك في مرحلة عرضية. فانت تفكر تقول ايه؟ تقول السعر كان طالع دلوقتي عمال يجمع، فدي فرصتك انك تخش ايه، تبدأ تشتري من هنا واحدة واحدة. تمام. والسكينة بتكون سرقاك حرفيا لدرجة ان هو لما ينزل لتحت هنا فانت هتقول بس ده كده يأكد لك. ليه؟ لانه سحب السيولة دي كلها. طبعا الكلام ده كله غلط، كله غلط ولا اساس منه من الصحة. وان شاء الله انت تبقى تتعلم معايا وتعرف معايا السيولة وازاي بتحصل وازاي بتتضرب. وبعد ما انت ما فهمت الدهاليز جزء منها ان شاء الله هنبقى نشرح لك دلوقتي في بتاع ده في مثال حي دلوقتي قدامك، وهتفهم كام حاجة. بس حاجة من الحاجات اللي هتأكد لك وايكوف، ومش يعني هقولها لك دلوقتي
للناس اللي كملت الفيديو للاخر الفوليوم العالي. طبعا الكلام ده مش في الفوركس، ركز معايا. الفوليوم مش في الفوركس، يعني الفوليوم تعرفه بقى في ايه؟ في الاسهم، في العملات الرقميه. عشان كده انت لو بصيت معايا فوق هتلاقيني واقف على البيتكوين، تمام، رغم ان انا بحب اشتغل اكتر في الفوركس، بس عشان نظرية وايكوف محتاجة انك تكون فاهم التحليل من جوه، ومحتاجة فريمات كتيرة وارقام توصل لحاجات كتير زي 100,000 وي. نظرية دو بتنفع، نظرية وايكوف بتنفع بشكل غير طبيعي على الذهب، لان برضو الذهب انت زي ما انت شايف لحد دلوقتي كنت سايبه واصل ل 3500، فبتوصل بارقام كبيرة، فاهمني؟ فانت الاسواق المفتوحة استخدم فيها نظرية وايكوف والاسهم والحاجات دي. وعلى العموم دلوقتي خلينا نخش في المثال. بص هنا طبعا كنت محضره، حلو، خلينا نشوفه على فريم الاسبوع هيبان بشكل احسن. بص هنا، بص انا امسحهم كل حاجة. بص ادي 1، ادي 2، ادي 3. كلام جميل كده. انت عندك واحدة اتشكلت، شوف واحدة اتشكلت على قد ايه. يعني نظرية وايكوف عشان كده بقولها لك بتتبني، بتقعد وقت كبير تتبني. وطبعا انا شرحت لك البيتكوين في حالة الهبوط، دلوقتي انا بشرحه لك في حالة الصعود، تمام، عشان انت تكون مخك قاري معايا كل حاجة. السعر كون لك الثلاث موجات بتاعته. خلينا كده، بص بعد كده بص راح اعمل ايه، كده في كده في كده. كلام جميل. خلينا نعملهم بلون تاني، لون مثلا الابيض، كبره شوية. حلو، ركز معايا في دي. ايه اللي حصل هنا؟ خليك باللون الاحمر انت. ايه اللي حصل هنا؟ ده شكل مثلث. طبعا انت هتفهم الاشكال دي كلها معايا في الكورس بتاع البرايس اكشن، او لما نخش مرحلة البرايس اكشن. ايه اللي حصل؟ السوق رسم مثلث، كسره بقوة اهي. خلينا نعمله كده، ثواني. كسره بشمعة قوية، بعد كده السعر اتذبذب شوية وراح نازل، وبعد كده بوم، كل ده انفجار. الانفجار اللي مش عاجبك ده، او لو انت شايفه قليل، بص كده، تتكلم في حوالي 178%. شاري حاجة من 25,000 دولار، بعتها ب70,000 دولار، فاهم؟ طيب احنا زي ما قلنا التلات موجات دول هنا، يعني المرحلة الأولى اللي احنا شرحناها. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ انت حاول كده تقولي دي المرحلة الكاء، هقولك دي المرحلة سي، المرحلة التالتة. ليه؟ السوق راح عامل الشكل اهو، وراح طالع يجري على طول، ما عملش حتى دي. هو بص طالع يجري على طول. ممكن انت تروح قايل لي ايه؟ عمل دي هنا. هقول لك هو نزل شوية، بس عايز تمشيها دي مشيها دي، تمام. بس حرفيا السعر طار بوم، انفجر. طيب انا قلت لك ان المرحلة الاولى ثابتة اساسي معاك. هل المرحلة دي بتحصل؟ ما حصلتش قدامك. حلو حلو، بتحصل اوقات عادي، بس بتبقى مملة شوية. بس الاغلب اللي بيتكرر بنسبة كبيرة، وعايزك انت ده يكون الواجب بتاعك، انك تراجعه على طول وتشوف ان السعر بيعمل ايه في المراحل دي. تشوف هتلاقي ان في الاغلب نظرية A و C زي ما احنا ما شفنا، و A و D. ليه برضو؟ لان خد بالك الفرق بين C و D هم تقريبا، لان انا برضو في الدي بتلاقي بيحصل كسر للشكل او كسر ترند على الفريم، على ترند مثلا فرعي او ثانوي. هتعرف يعني ايه ترند فرعي وثانوي في نظرية ده ان شاء الله الحلقة الجاية على طول. هتلاقي ان ده بيتكسر على طول، انت بتكون راسم الترند، السعر بيطير بعديه، تمام. ده اللي انا بفهمهولك، ان سي هي دي، تمام. بس دي بيكون الدفعة بتاعتها اقوى وتكون حادة نوعا ما. يعني لو عايز تاخدها هتاخدها فعلا دي سي ودي دي، لان دي انفجر السعر فيها على طول، سي انفجر ورجع تاني بس بعد كده انفجر، تمام. دي نهاية حلقتنا. كان معاك عمر من سمارت شارك. ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليك بنفسي. واشوف وشكوا على خير ان شاء الله في نظرية ده والحلقة الجاية. مع السلامة.